مع حلول فصل الصيف بتكتشف ان حصل كارثه والامور خرجت عن السيطره. ده كمان يا عيني الامور خرجت عن الهدوم خالص، فبتقف بكل غضب قصاد المرايه وبتقول انا اقدر 3 مرات، على اساس يعني ان انت بتطبق كورس التنميه البشريه اللي دفعت فيه دم قلبك. وبعدها بتاخد قرار نهائي لا رجعه فيه ان انت لازم تعمل دايت. هو نفس الدايت اللي انت بتعمله كل مره، فتلتزم يوم وتضيع بقيه الاسبوع، فتزعل فتاكل اكتر فتتخن اكتر. ولان سعر الاكل الصحي اصلا اغلى من الاكل الغير صحي، فبتتراجع عن فكره الدايت وتقرر ان انت تلعب رياضه تمارين نشاط وحيويه، فبتجري بسرعه تدفع اشتراك الجيم، وكالعاده برضه بتنزل يوم وتضيع بقيه الشهر ولا كانها فلوس حرام. فبتتراجع عن فكره الجيم والرياضه وبتقول بس مفيش غيره، هو السكر سبب المشاكل اللي انا فيها دي كلها. يعني انا يا ابني بمعلقتين السكر اللي انت بتحطهم على الشاي اللي مشايلك اوزان النقل التقيل دي كلها؟ انا يا بنتي. فخلاص بتاخد قرار نهائي بدون نقاش ان انت لازم توقف السكر. وهنا هيكون قدامك طريق من 3. اول طريق ان انت تمنع استخدام السكر نهائيا، وفي الحالة دي انت هتضطر تشرب وتاكل حاجات هتكتشف لاول مرة ان طعمها اسوأ تاني حاجة بعد اكل مال اليتيم. والله زي ما بقول لك كده، يعني انا مره قررت اشرب الشاي من غير سكر خالص، تخليص ذنوب يعني بجد مش هزار. تاني طريق ان انت تتجه للمحليات الطبيعيه زي عسل النحل او العسل الابيض او العسل الاسود او دبس التمر، اللي هي كلها محليات بقت تتغش اصلا دلوقتي باضافه السكر. او الاتجاه للطريق الثالث واللي بيلجأ ليه معظم الناس وبيعتبروه هو المنقذ بالنسبه لهم، الا وهو استخدام المحليات الصناعيه او سكر الدايت. وهنا كان لازم نتدخل. لازم تعرف وتفهم كويس ان المحليات دي بمختلف انواعها قد تكون مفيدة او قد تكون اخطر من السكر الابيض نفسه، وعشان كده لازم تكون فاهم الموضوع كويس جدا. اول حاجة لازم تكون عارفها، ودي معلومة يغفل عنها الكثيرون، ان المحليات الصناعية مش مجرد اكياس او علب السكر اللي انت بتجيبها من الصيدلية عشان تضيفها على المشروبات بتاعتك، ولكن هي انواع من المحليات بتدخل في صناعات كتيرة جدا زي البيبسي الدايت، الزبادي اللايت، وبعض الحلويات، وكمان معجون الاسنان. متستغربش، معجون الاسنان اللي انت بتغسل بيه اسنانك ده داخل فيه نوع من انواع السكريات دي. ومن اشهر انواع المحليات دي هو سكر السكرين، واللي بيعتبر اقدم محلي صناعي في العالم وبيتم استخدامه من سنة 1879، ولكن بيتميز بطعم غريب بعد استخدامه او ما يعرف باسم الافتر تيست. وكمان ارتبطت شائعات وتجارب كتيره جدا انه بيسبب السرطان، علشان كده الناس بدات تبعد عنه. النوع الثاني وهو سكر الاسبرتام، وده نوع مشهور جدا وبيدخل في البيبسي الدايت، ولكنه بيسبب الصداع والدوخه لبعض الناس، وكمان في شويه كلام كده انه برضه بيسبب السرطان. اما بقى النوع الثالث وهو سكر الاستيفيا بمختلف مسمياته التجاريه، الا انه بيظل اشهر الانواع واكثرها امان، ده لانه مستخلص من نبته طبيعيه اسمها الاستيفيا، ولكن هنا بيكمن الخازوق. فعلى الرغم من انه مستخلص طبيعي وامن تماما، الا ان بقى من الصعب جدا انك تلاقيه دلوقتي بصورته الاصليه، ما يكونش مغشوش ومتضاف عليه مواد تانية. ومن المواد دي سكر السكرالوز، وده بيسبب مشاكل كتيره جدا في الجهاز الهضمي لانه بيقتل البكتيريا النافعه، وكمان بيسبب التهابات. ده غير ماده تانية خطيره تعرف باسم المالتو ديكسترين، ودي كارثه في حد ذاتها لانها تعتبر نوع من انواع الكربوهيدرات اللي بيتم استخراجها من النشويات المختلفه. والمصيبه انها بترفع معدلات السكر في الدم اكتر من السكر الابيض نفسه. في النهايه لازم ما تامنش تماما للمنتجات دي، لانها على الرغم من انها اثبتت نجاحات كتيره جدا، الا ان قله المعرفه بيها ممكن يكون لها اضرار اخطر من السكر العادي. ونصيحتي ليك لو انت شخص طبيعي ما بتعانيش في اي امراض، فافضل حل ليك هو نظام غذائي تقلل فيه استخدام السكر، ما تمنعوش تماما ولا تلجأ للمحلات الصناعية. اما بقى لو انت مريض سكر وممنوع من استخدام السكر الابيض تماما، وفي نفس الوقت ما بتقدرش تستطعم الاكل او الشرب الا باضافة السكر ليه، فنصيحتي ليك انك تدور على نوع كويس جدا ويكون مضمون من المحلات دي، وكمان تقرأ المكونات المكتوبة على العلبة او الكيس عشان تعرف ايه المواد المضافة وايه هي الاضرار بتاعتها. انا دكتور مصطفى فرحانة، ما تنساش اللايك والفولو عشان تشوف الفيديوهات الجاية. دكتور بيست، دكتورك المفضل. سلام.